حلاق بغداد. العنوان ده في حد ذاته يبدو غير جاذب للانتباه على الإطلاق، ولا يبشر بقصة مثيرة أو شيقة، لكن في واقع الأمر الحقيقة غير كده تماما. القصة بتدور حوالين شخصية حلاق بغداد وقصة حياته وإخواته اللي بيبدأ يحكي للسلطان ولينا عنهم، واحنا بنسمع قصة كل واحد منهم وهو أصغر أخ فيهم. الفكرة ان الشخصية بتاعت حلاق بغداد هي شخصية معقدة جدا، وعلى فكرة بنقابلها كتير جدا في حياتنا اليومية في زماننا الحالي. بعد لما هنسمع جزء صغير كده هوت من حوار بين أمير عربي اللي هو استدعى حلاق بغداد علشان يحلق له، بالرغم ان الحتة اللي انا اخترتها دي قصيرة جدا الا انها بتعكس كتير جدا من المعاني اللي هنتكلم فيها. أي ماذا؟ جرحتني، وهمتني، دمي يسيل على الأرض. حجامة من غير قصد. ورد في فوائدها أنها تزيل الصداع وتمنع الأوجاع وتقلل الصفراء وتنشط الأمعاء وتشفي اليرقان وتمنع الغثيان وتقوي. حسبك. أنت لا تعرف اسمي يا سيدي. لا أريد أن أعرفه، ولكني أريد أن تكمل حلاقة رأسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الناس يسمونني الحلاق الصامت لقلة صرصرتي دون إخوتي، فأكبرهم يسمى البقبوق، والثاني بقبق، والثالث شقالق، والرابع اسمه الصامت وهو أنا. تعرف، إذا لم تكمل بقية حلاقة رأسي لتوك فسآمر العبيد بجلدك. ألم تسمع قول الشاعر؟ يا رجل اسكت، لا أريد أن أسمع. قم يا هذا عني. بل تعال. كيف أذهب إليها ورأسي نصف محلوق ونصفه غير حليق؟ طبعا هو بعد كل الرغي اللي رغاه دوت وكل الثرثرة اللي ملهاش أي لازمة، ولا أمير عربي يعني مهتم بيها من أساسه، بل بالعكس هو مش عايزها، وعايز الهدف من استدعاء الحلاق إن هو يحلقه شعره علشان يذهب لمقابلة محبوبته اللي هي ابنة قاضي بغداد. اللي نرفز بقى ويعلي الضغط في الموضوع دوت ان هو بعد كل دوت بيوصف نفسه بالصامت على حد تعبيره الدقيق، دونا عن اخوته هو اسمه الصامت. حتى هو بيستخدم نفس اللفظ دوت او نفس الاسم دوت لوصف نفسه لما بيحكي حكايته للسلطان. المهم ان حلاق بغداد بيخلص حلاقة شعر أمير بدوي، وأمير بدوي بيروح للموعد الغرامي بتاعه، وبعدين بتتوالى الأحداث بشكل عجيب بسبب نقدر نقول فضول الحلاق أو طبيعته العجيبة، وبيتوهم شيء معين، وده بيسبب مشكلة كبيرة بتؤدي ان أمير العربي بتتقطع ايده. اكتر ما لفت نظري في شخصية حلاق بغداد ان هو من الاشخاص اللي مهما تقول لهم ان انت مش عايز شيء معين، او ان الشيء اللي هم بيعتقدوا انه بيسعدك هو ما بيسعدكش وانت مش عايزه، بغض النظر عن قيمته عند الشخص اللي بيعمله، بل بالعكس ده هو كمان مصر عليه، ومصر انه يلازم امير عربي بقية حياته علشان يعتني بيه وياخد باله منه ويحلق له شعره وكل شيء اخر في الدنيا، بالرغم ان العلاقة بينهم لا تتعدى كونه زبون استدعى حلاق ليحلق له رأسه. أنا بشوف إن من أهم النقط اللي موجودة في قصة حلاق بغداد هي فكرة الرمزية أو الإسقاط عن الشخصيات ديت، وقد إيه هي مؤرقة في حياتنا، والموضوع يتعدى كونه مجرد شيء مؤرق، بل بالعكس ده ممكن يبقى مؤذي لدرجة إنه يدمر حياة إنسان ما. القيم بتاعة الأشياء بتختلف من شخص لآخر، ولو الشخص الفلاني أو الشخص الأول لا يرى قيمة لما يفعله الشخص الآخر، فبالتالي على الشخص الآخر الاستجابة والإصغاء
ان هذا الفعل لا يمثل قيمة، بل بالعكس يمثل ضرر، يعني يمثل قيمة سلبية ويتوقف عنه. طبعا الوضع هو عكس ده تماما في قصة حلاق بغداد. وهنا هي الرمزية او الاسقاط اللي عجبتني جدا في القصة، واللي بيخليني اشوفها اكثر زي تقريبا كل قصة الف ليلة وليلة. هي زي ما قلت قبل كده في مقدمة السلسلة، هي مش مجرد قصص للتسلية، بل هي يعني تحمل معنى عميق ومعنى مبطن في الحكاية المسلية. وضحى أمير البدوي بيمنه لينقذ سمعة الفتاة، وسالت دماه، والحلاق يسير وراه ويصيح: وسيداه مولاه. وطبعا من الملفت للنظر جدا وجدير بالذكر الأداء الصوتي الرائع والمتميز، اللي هو تقريبا بيعكس معنى ألف ليلة وليلة للرائعة زوزو نبيل. يعني بنلاقيها مثلا في أول الحكاية بيكون صوتها وقور جدا، وأدائها يعني بيتسم بالجدية، على الرغم من ان الجدية دي بيخالطها بعض الدلال. ولما بتبدأ الحكاية تتقدم بنحس من أدائها الصوتي ان هي متفاعلة جدا معاها وهي بتحكي لشهريار، وبتتجاوب مع ردود فعله للحكاية. وفي نهاية الحكاية زي القطعة الأخيرة ديت، بنلاقيها ان هي بيبدأ النوم يغلب عليها، بيصحب دوت برضو نوع من الدلع او المهياصة او الدلال الزائد. انا بشوفه انه ليه معنى قوي جدا في او يعني الرمزية في الف ليلة وليلة، وهي ان يعني هي بتحايل شهريار، بل وانها باستمرار بتستطيع ان تجد حالة مزاجية معينة توافق رد الفعل لمزاج شهريار في الزمن دوت او في الحدث دوت من احداث الحكاية. بتتوالى الاحداث، وبيبدأ حلاق بغداد يحكي للسلطان عن سبب استدعائه لحضرة السلطان. هو متهم بقتل الرجل الأحدب، وهو بينفي التهمة عن نفسه، وبعد كده بيثبت للسلطان ان الأحدب ما ماتش وانه كان مغمى عليه بس. وبيبدأ السلطان يعني الفضول يجتاح نفسه، ويسأل حلاق بغداد عن القصة بتاعته. فيبدأ حلاق بغداد يحكي بكل استفاضة وبكل تفصيل عن اخواته اللي هو أصغرهم، وبيقول السلطان أسمائهم، وبعد كده بيقول إن هو أصغر واحد فيهم وإن اسمه الصامت. طبعا السلطان بيضحك وبيعلق على النقطة دي تحديدا، إن هو اسمه الصامت. ولكني يا مولاي رجل فقير، ولي 3 إخوة لا يملكون قوت يومهم. أنا أصغرهم، وأنا الذي أعولهم. أكبرهم يسمى البقبوق، والثاني بقبق، والثالث شقالق. وما اسمك أنت؟ صامت، اسمي الصامت. واسم أخوتك؟ اسمهم البقبوق وبقبق وشقالق. دامت الأسامي وعاشت المسميات. هات يا صامت، هات. وبدأ الحلاق في قصته وحديث إخوته، وكيف أنه يعولهم وعلى عاتقيه تقع حمولهم. قال: مولاي. وبيبدأ يحكي حلاق بغداد للسلطان عن اخواته ال3 البقبوق وبقبق وشقالق. طبعا الاسماء في حد ذاتها يعني مضحكة جدا يعني. والسلطان بيجد دوت في حد ذاته مسلي ومضحك. وبيبدأ حلاق بغداد يسرد التفاصيل الكاملة لقصة كل أخ من إخواته للسلطان.
اللي عايز اقوله في النهاية ان على الرغم ان الحكاية مسلية جدا وكوميدية وخفيفة، الا ان هي ليها معنى عميق جدا، وفيها رمزية واسقاط في الشخصيات بتاعة حلاق بغداد اللي هو يعتبر بطل القصة واخواته. الفكرة في الشخصية اللازقة اللي مصرة تفضل معاك بغض النظر عن انك مش طايقها، وبتصرح لها بدوت في وجهها صراحة، بل بالعكس يعني بمصايب بتيجي منها، لكن بيظل هذا الشخص يعتقد ان هو بيفعل ما فيه الصالح او ما فيه الخير لك، وبيظل مصر على ملازمتك ووجوده معك. فكم من الشخصيات واجهناها او عاصرناها في زمننا الحالي بتتسم بنفس المنطق دوت ونفس الاسلوب دوت ونفس الافعال ديت. يعني يا ريت تقولوا لي في التعليقات لو قابلتوا شخصيات في حياتكم بنفس الطريقة ديت، واتمنى ان التحليل السريع دوت يكون بيخلينا نشوف ألف ليلة وليلة بشكل مختلف عن كونها مجرد حكايات للتسلية، وإيه نوع الرمز والإسقاط اللي ممكن يتبادر إلى ذهن الإنسان لما يسمع هذه الحكايات. حاسب لكم في صندوق الوصف الرابط للحكاية كاملة على قناة نوادر زمان، وأرجو أن انتوا تستمتعوا بيها وتسمعوها بشكل مختلف بعد سماع هذه الحلقة. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله.